لو في اوضه مقفوله وفيها 10 اشخاص وانت مش شايفهم وما تعرفش عنهم اي حاجه، وسالتك سؤال عشوائي زي ايه هو مجموع الناس اللي لابسين تيشرت اخضر جوه زائد الناس اللي مش لابسين تيشرت اخضر، ممكن تفكر وتقول انهم 10، لان الناس يا اما كده يا اما كده، بس في الواقع في حاله ثالثه. تعال ناخد الكلام ده الاس كيو ال. دي كويري بتكاونت الناس اللي لابسين تيشرت اخضر والناس اللي مش لابسين تيشرت اخضر، طلعوا 8. ولو بصينا في التيبل على الاثنين اللي ناقصين هنلاقي مكتوب قدامهم نال، وده الاسم اللي قرر يسميه دكتور كود لحاله ثالثه وهو بيصمم الريليشنال موديل، لانه ادرك ان احنا محتاجين فاليو تمثل الميسنج انفورميشن. زي في المثال بتاعنا ممكن يكون في ناس مش لابسين تيشرت اصلا، وبكده اللوجيك اتغير من باينري لوجيك ترو اور فولس لترنري لوجيك ترو اور فولس اور نال. وجود نال في الريليشنال موديل عمل انوماليز كتير، واكيد انت خدت بالك من ده وانت بتكتب اس كيو ال. وعلى فكره دكتور كود بعد فتره كان عايز يزود حاله رابعه، لانه كان شايف ان في حالتين للنال، حاله موجوده بس احنا ما نعرفهاش زي تاريخ وفاه حد مثلا، والحاله الثانيه مش موجوده اصلا زي الاكسبايري ديت بتاع الكتاب ده مثلا، بس تقريبا حد عقله وقال له اننا فاهمين الترنري لوجيك بالعافيه، فبلاش الطلعه دي والنبي يا دكتور كود.